العالم كله دلوقتي بيتكلم ومهتم بفيلم ذا اوديسي اللي بيتعرض حاليا في السينمات ومحقق نجاح كبير جدا. الفيلم متاخد من عمل ادبي كلاسيكي عبقري للشاعر اليوناني هوميروس واللي بنفس الاسم الاوديسا. بس قبلها كان في جزء اول للعمل باسم الالياذة اللي بيتكلم عن حادثة سقوط مدينة طروادة بعد حصارها لأكثر من 10 سنين من جيوش اليونان مجتمعة كلها. وطبعا أشهر عمل مقتبس من الإلياذة هو الفيلم اللي حابين نتكلم عنه النهاردة، بحيث لو عايز تفهم القصة الكاملة تبقى على الأقل عارف تبدأ منين. وطبعا الباقي عليك، دور واسمع حاجات مختلفة علشان تكون وجهة نظرك الخاصة. فيلمنا النهاردة مش تجسيد حرفي للإلياذة كعمل أدبي من حيث آلهة اليونان أو الصراع اللي ما بينهم، ولا حتى بنفس تفاصيل القصة الأصلية، لكن الفيلم نقل الصراع وخلى الحرب إنسانية بحتة. وهنا بيجي السؤال الأهم، هو مين الوحش فيهم؟ هل هو أجامemnon الطماع اللي مش بيشبع سلطة؟ ولا باريس الأهوج اللي ولع حرب كاملة علشان نزوة؟ الحقيقة اللي الفيلم بيقدمها مؤلية أكتر من كده بكتير، لأن مفيش شرير واحد، علشان كده كلهم غلطانين. من الملك اللي بيحلم بإمبراطورية، للأمير اللي ماشي ورا قلبه، وللمحارب الأسطوري اللي بيدور على الخلود. كل شخصية في الملحمة دي ساهمت في إنها تولع حريقة ضخمة أكلت مدينة كاملة. الفيلم ده بيثبت إن المأساة الكبيرة مش بتبدأ بالوحوش، دي بتبدأ بينا إحنا، بتبدأ برغباتنا الإنسانية العادية جدا: الحب، الطمع، الغرور والواجب. ولما نسيب الرغبات دي تكبر من غير ما حاجة توقفها، بتتحول هي نفسها لوحوش. كأننا هنحكي قصة الطبيعة البشرية وعن حقيقة إن في حروب الرغبات مفيش طرف بريء. أي حرب بيبقى ليها شرارة وبنزين يولعها. لو خطف هيلين كان هو الشرارة، فالملك أجامemnon هو برميل البنزين اللي حول الشرارة دي لجحيم. من أول مشهد أجامemnon بيبان مش كملك بيدور على العدل، لا، بيبان كراجل أعمال حقيقي، والحرب هي البيزنس بتاعه. بالنسبة له غزو طروادة مش علشان يرجع شرف أخوه، لكنها فرصة اقتصادية وسياسية ما تتعوضش. طروادة بالنسبة له مش مجرد مدينة عادية في اليونان، دي آخر عقبة قدامه علشان يسيطر تماما على بحر إيجا. الأمر المدهش في شخصية أجامemnon في الفيلم هو إنه مش بيخدع نفسه، هو عارف كويس قوي إنه مش بيحارب علشان قضية شريفة. لما بيحضن أخوه منيلاوس وهو منهار علشان مراته خانته، نظرته وهو باصص من فوق كتف أخوه ما فيهاش أي تعاطف، دي نظرة طمع صافية، نظرة واحد شايف قدامه صفقة عمره. الحجة المثالية جات له على طبق من ذهب، حرب ممكن يبررها للكل على إنها دفاع عن الشرف، في حين إنها في الحقيقة غزو استعماري بحت. فلسفته بتبان قوي في علاقته بأخيل، هو بيكره أخيل مش علشان مش قادر يسيطر عليه، لكن علشان عارف إنه محتاجه. لما بيبعت يجيب أخيل، هو مش بيطلب مساعدته، لكن كأن الموضوع بالنسبة له توظيف لمهمة. أجامemnon هو المدير التنفيذي للحرب، وأخيل هو الموظف النجم بتاعه. صحيح هو مش طايقه، لكن برضه ما يقدرش يستغنى عنه. غلطة أجامemnon مش بس إنه كان عايز الحرب، لا، ده كمان بوظ نية كل الناس. هو أخد خيانة زوجية شخصية وحولها ببراعة لقضية شرف وطنية. قدر يقنع آلاف الرجال إن موتهم على شواطئ طروادة ده علشان مجد اليونان، وطبعا الحقيقة كل ده علشان طموحه الشخصي. صحيح هو ما بدأش الصراع، لكن تأكد يا عزيزي المشاهد إنه هيولع في أي حد علشان يخدم مصلحته. هو كان المهندس اللي صمم الكارثة. لو أجامemnon هو عقل الحرب، فباريس وهيلين هم قلبها الأناني. قصتهم اللي معروفة كواحدة من أعظم قصص الحب، الفيلم بيقدمها كدرس في الأنانية اللي بتدمر كل حاجة. الفيلم مش مهتم إنه يذكر حبهم حقيقي ولا لأ، هو بيسأل سؤال أهم بكتير: هل الحب يستاهل كل الدمار ده؟ باريس أمير طروادة الشاب مش شرير، مشكلته أبسط من كده، هو راجل ماشي ورا رغبته بس. لما بيقرر يهرب هيلين معاه لطروادة، هو مش بيفكر في بلده ولا شعبه ولا حتى في سلامة عيلته، هو بيفكر في حاجة واحدة بس: أنا عايزها. هو اختار سعادته الشخصية على حساب سلامة أمته كلها. غلطته إنه افتكر إنه حبه بيديله الحق إنه يتجاهل العالم كله. النوع ده من الأنانية العاطفية هو واحد من أخطر المحركات في تاريخ البشرية، الإيمان بفكرة إن مشاعري هي أهم حاجة في الدنيا. باريس بيرمي حمل قراره كله على عيلته ومدينته،
مستنيهم يدافعوا عن اختيار هو أصلا ما استشارهمش فيه. أما هيلين فهي مش مجرد ضحية وخلاص، الفيلم بيديها إرادة وبالتالي مسؤولية. قرارها إنها تمشي مع باريس هو كان فعل أناني. صحيح هي كانت بتهرب من جوازة تعيسة، بس هي كملكة عارفة إن قرارها مش شخصي. لما بتسافر مع باريس لطروادة هي مش بتختار حبيب جديد وبس، دي بتبدأ حرب محدش هيقدر يسيطر عليها. بعدين بقى قدام لما بتدرك حجم الكارثة اللي سببتها أخيرا بتحس بالذنب، بس بعد إيه؟ خلاص فات الأوان. غلطتها هي وباريس مش في الشر، دي في قصر النظر. هم اتصرفوا كأنهم عايشين في فقاعة ما فيهاش غير مشاعرهم، بس العالم مش فقاعة. والحب لما بيكون أناني ممكن يبقى مدمر زي الكره بالظبط. هم كانوا الشرارة اللي ولعت في الدنيا. وسؤال هنا ممكن نفكر فيه شوية، ايه هي الحاجات اللي ممكن تغلبك وتخليك تركز عليها هي وبس، بغض النظر عن أي اعتبارات أو أي نتائج تانية؟ فكر في السؤال وجاوبنا في التعليقات. قبل ما نكمل فكر في السؤال ده كمان، تختار ايه؟ تموت عجوز والناس تنساك، ولا تموت شاب واسمك يعيش للأبد؟ اهو السؤال ده هو جوهر شخصية أخيل، أكتر بطل مأساوي في الفيلم. أخيل مش بيحارب علشان اليونان أو علشان الملك، هو بيحارب علشان حاجة واحدة بس، الخلود. عايز يهزم الموت مش بإنه يفضل عايش، لأ، بإنه يخلي اسمه أكبر من حياته. غروره الكبير هو ميزته ولعنته في نفس الوقت. الغرور ده هو اللي بيخليه ينسحب من الحرب لما أجامemnon يهينه. من وجهة نظر أخيل الحرب دي مسرح لمجده الشخصي، ولو اتهان على المسرح ده يكمل تمثيل ليه؟ قراره اللي مبني على كرامته اللي اتجرحت كان حكم بالإعدام على آلاف الجنود اليونانيين. هو اختار غروره على حياة زمايله. بس مأساة أخيل بتتعمق أكتر لما ابن عمه باتريكلز بيتقتل. هنا أخيل بيتحول من محارب مغرور لقوة غضب عمياء. رجوعه للمعركة ما كانش أبدا علشان اليونان، ده عشان ينتقم انتقام شخصي. الغضب ده بيجرده من إنسانيته. وأكتر نقطة بيبان فيها السقوط ده بتيجي في مبارزته مع هيكتور. بعد ما بيقتله مش بيكتفي بالانتصار، هو مدفوع بغضبه. بيربط جثة هيكتور في عربيته وبيجرها حوالين أسوار طروادة قدام عينين أبوه ومراته. في اللحظة دي أخيل بيبطل يكون بطل، بيتحول لوحش. غلطته هنا مش القتل في المعركة، لأ، الإذلال، الرغبة في إنه يدمر كرامة العدو حتى بعد موته. بس الفيلم بيديله لحظة فوقان أخيرة لما الملك بريام العجوز بيتسلل لخيمته بالليل. هو مش بيتسلل كملك، لكنه كأب بيتحايل علشان ياخد جثة ابنه. أخيل بيشوف في دموعه وجعه هو كمان، بيدرك إن الحزن لغة عالمية أكبر من كل الحروب. في النهاية أخيل خد اللي هو عايزه، الخلود، بس التمن كان روحه. اكتشف إن المجد لوحده مش كفاية علشان يدفي قلب مكسور. غلطته إن هو بيدور على إنه يبقى أسطورة، فنسي يعني إيه يبقى إنسان. العجيب إن وسط كل الشخصيات الأنانية دي بيظهر هيكتور، أمير طروادة، وهو كان النور الوحيد في القصة. هو زوج بيحب مراته، أب حنين، قائد شريف، على عكس أخيل تماما، راجل مش بيحارب علشان مجده، ده بيحارب علشان يحمي اللي بيحبهم. طيب إزاي ممكن يكون غلطان؟ غلطة هيكتور مأساوية، غلطة الراجل الكويس اللي عايش في عالم فاسد. أول غلطة ليه إنه ساب الكارثة تحصل من الأول. لما اكتشف إن أخوه جاب هيلين معاه كان يقدر يؤمر بالرجوع فورا، وده ساعتها كان القرار الصح، بس هو ما عملوش. علشان بيحب أخوه اختار الحل الأسهل من ناحية المشاعر، وبكده بقى شريك في الجريمة. هو اختار رابطة الدم على سلامة بلاده. غلطته التانية هي شرفه نفسه. هيكتور عارف ومتأكد إن الحرب نفسها دي غلطة كبيرة. بيقول لباريس بمرارة أنت جبت لعنة على البيت ده، ورغم كده بيحارب بشراسة أكتر من أي حد تاني. طيب ليه؟ علشان ده الواجب بتاعه، ودي هي مأساة هيكتور. الراجل ده شريف قوي لدرجة إن شرفه بيجبره يحارب في حرب هو عارف إنها غلط من الأساس. ولاؤه لبلاده بيخليه أحسن جندي في حرب ما كانش المفروض إنها تحصل. ده بيبان جدا في مبارزته مع أخيل. هو مش عايز المبارزة وعارف إن فرصته ضعيفة، لكن على أي حال بيخرج يحارب. وده ليه؟
علشان يشتري يوم كمان لمدينته. حتى وهو بيواجه الموت بيحاول يتمسك بالشرف، بيقترح على أخيل إن كل واحد فيهم يحترم جثة التاني. رد أخيل البارد على اقتراحه: مفيش عهود بين الأسود والرجالة. الفيلم هنا بيكشف الفرق الشاسع بين عالمهم. هيكتور لسه عايش في عالم فيه قواعد، في حين إن أخيل عايش في عالم من الغضب البدائي. موت هيكتور مش مجرد موت راجل، ده موت فكرة إن ممكن حرب تتعمل بشرف. بموته بتقع آخر حصون الأخلاق في طروادة. غلطة هيكتور مش الشر، دي غلطة الفضيلة لما تتحط في ظروف مستحيلة. هو كان راجل كويس قوي لدرجة إنه ما قدرش يبطل يشارك في الحرب، والحرب هي أبعد حاجة عن الفضيلة. في الحرب كله مجرم. اللوم مش بس على اللي ولعوا النار، لا كمان على الحكماء اللي وقفوا ساكتين. الفشل ده بيمثله الملك بريام من طروادة وأوديسيوس من اليونان. مشكلة الملك بريام إن حبه كأب عماه. لما باريس وصل مع هيلين كان المفروض برايم كملك يشوف الخطر فورا ويرجعها، بس هو اتصرف كأب مش كملك. حبه لابنه خلاه يتجاهل الحقيقة الواضحة، وفوق كده ثقته العمياء في قوة أسوار طروادة وفي حماية الآلهة خليته يتجاهل تحذيرات هيكتور العقلانية. الفشل ده بيوصل للذروة بقراره الكارثي بإنه يدخل حصان طروادة للمدينة. اعتبرها بسذاجة إنها هدية من الآلهة، والحصان ده في الحقيقة كان شهادة وفاة طروادة. على الناحية التانية عندنا أوديسيوس، الراجل العاقل اللي في اليونان. بس حكمة أوديسيوس مش أخلاقية، دي حكمة عملية. يعني السؤال اللي كان بيطرحه مش هل الحرب دي صح ولا لأ، هو كان بيسأل سؤال تاني: إزاي نكسب الحرب؟ غلطته هي التواطؤ، يعني إنه عارف الغلط وساكت ومشارك فيه. هو عارف إن دوافع أجامemnon شريرة من الأول، لكنه بيشارك في الحرب برضه. غلطته بتبان في فكرته العبقرية والوحشية في نفس الوقت، حصان طروادة. الخطة دي اللي مبنية على الخداع الكامل هي اللي بتوصلنا للمذبحة الأخيرة جوه أسوار المدينة. وهنا الفيلم بيورينا إن الحكمة مش قوة بتنقذ. حكمة بريام العاطفية دمرت مدينته، وحكمة أوديسيوس العملية أدت للمذبحة. الاتنين بيمثلوا فشل القيادة، الأول بسبب قلبه والتاني بسبب عقله. وأخيرا مع شخصية أوديسيوس بنبدأ ملحمة الأوديسا، اللي طبعا متسمية على اسمه زي ما انتم شايفين، مش محتاجة توضيح يعني. المفروض بقى في فيلم ذا أوديسي هنشوف طريقة رجوعه لبلاده وهو مبلوع بالخوف والإحساس بالذنب من اللي حصل من فكرته دي. في نهاية فيلم تروي مفيش إحساس بالنصر، لكن في مرارة الخسارة للكل. اليونانيين كسبوا الحرب لكنهم خسروا كل حاجة تقريبا، والطرواديين خسروا كل حاجة تماما. مفيش كسبان حقيقي، علشان الحرب الحقيقية ما كانتش ما بين جيشين، دي كانت جوه قلب كل شخصية. الفيلم لغى دور الآلهة خالص، حط المسؤولية كلها على البني آدمين. محدش أكبر أجامemnon على الطمع، أو باريس على الأنانية، أو أخيل على الغرور. كلها كانت اختيارات بشرية، وده هو أقوى درس في الفيلم. المشكلة ما كانتش في الرغبات دي نفسها، المشكلة في إن مفيش حاجة وقفتها عند حدها. الرغبة في السلطة بقت طمع، والرغبة في الحب بقت أنانية، الرغبة في المجد بقت غرور، حتى الرغبة في حماية العيلة اتحولت لتواطؤ مع الغلط. فيلم تروي والعمل الأصلي قبله مش مجرد ملحمة قديمة عن الحرب، دي مراية بتورينا إن الخط اللي بيفصل ما بين البطل والشرير رفيع جدا. في النهاية مفيش أبرياء في طروادة، علشان الحرب نفسها هي أكبر غلطة، جريمة مش بيرتكبها شخص واحد، دي نتيجة آلاف القرارات الأنانية والتنازلات الأخلاقية الصغيرة. وده بيسيبنا مع سؤال مقلق: لو الرغبات دي هي اللي بتحركنا النهاردة، يا ترى احنا بعاد قد إيه عن إننا نبني طروادة بتاعتنا، وبعد ما نبنيها نحرقها؟